اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبي وحبايب ام العريف، ايه اللي انا جايباه ده بقى؟ ده محل رساله اللي كلكم سالتوا على الريلز بتاعه، مكانه فين يا ام العريف؟ شويه اقول لكم ان هو جنب بلبن، وشويه اقول لكم ان هو جنب صيدليه قصر شانزليزيه، وشويه اقول لكم قدام كنافه وبسبوسه. وادي شارع الحنفيه، هنعدي الشارع كده وهنلاقي محل رساله قدامنا. ويلا بقى ندخل ونشوف رساله جايبه لنا ايه النهارده، ونشوف عبير حبيبه قلبنا عامله لنا ايه النهارده. واللهم بارك يا عبير. وندخل ونشوف معانا ايه، ونقول بقى السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فين عبير حبيبه قلبي، الملكه بتاعتنا، ملكه الذهب؟ درجات يا ام العريف. انت عامله ايه واخبارك ايه؟ وكل الناس بتسال. ورينا بقى عبير، كلمينا مع عبير، خلي عبير تقول لنا الحاجات الجميله اللي عندها. واللهم بارك، ربنا يزيدك ويبارك يا رب. ربنا يبارك. عايزه بقى اعرف الستات بتاعتنا اللي هي عايزه شويه بقى ايه، تدبق كده، مع ان الزمن ده ما فيهوش تدبيق قوي. لا 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 لا، بس ايوه، عايزين بقى نشوف بقى لو واحده عايزه تدبق، وفي اللي بتبقى خايفه شويه المصنعيه عاليه، وفي لو معاها حبه صغيره فلوس. قولي لنا لو واحده معاها مثلا من كام تقدر تجيب ايه؟ 700 جنيه. من 700 جنيه؟ طب ورينا نقدر نعمل ايه بقى. دي سبايك ربع جرام عيار 24 من 700 جنيه. دي سبيكة عيار 24. دي سبيكه عيار 24 اهي 700 جنيه من ب 700 مصروف جنيه. البيت يتدبق أيوة. بيهم وتتجاب سبيكة ربع جرام تمام. عيار 24. عيار 24 بدل ما 700 جنيه يتصرفوا يمين ولا شمال تجيب بيها سبيكة. والله بس قطعة اي نعم صغيرة. تمن بس شنطه سبيكة. مدرسه دلوقتي. بس تمن بس شنطه كده. مدرسه. عايزين اكبر شويه في نص جرام ورينا. برضو عيار 24 1000 ونص. طب فهمينا دلوقتي في حاجه كنت بتقوليها على طول، ان انت لو بعتي المصنعيه بتبقى ايه بقى؟ يعني حاجه كده. الذهب ملاذ امن. ايوه تمام عبر الزمن. السبايك الجرام دي في سبايك 1 جرام كانت اول ما طلعت كانت من 3 سنين. تمام. أيوة. السبيكه ال1 جرام دي كانت عامله 1000 جنيه. عامله 1000 جنيه دلوقتي عامله 2000 ونص. ده اللي بنتكلم فيه، ان عبر الزمن دي من سنتين برضو كانت ب1000، دلوقتي أيوة. في رمضان اللي فات دخلت ل 3000. ده في الجرام، ما بالك بقى 5 جرام 10 جرام. تمام. فالسبايك كلها ملاذ امن، او الذهب كله ملاذ امن. فكره السبايك بس بتوفر مصنعيات. بتوفر مصنعيات. طيب فهمينا يعني ايه بقى؟ السبايك عليها استرداد كاش باك. يعني إيه ايوه هي ده بقى اللي انا كاش عايزه باك؟ افهمه، انا عماله اسمعه نفسي افهمه. يعني استرداد كاش باك. أيوة. يعني كل ما بتقلوا اوزان السبايك بتقل معاكم المصنعيات. عندنا كاش باك، الربع جرام عليه كاش باك، لما بتيجي تبيعي تاني جزء من المصنعيه بيرجع لك. طيب ما تفهمينا ايه الفرق ما بين السبايك، ايه الفرق ما بين السبايك وايه الفرق ما بين الجنيهات الذهب؟ يعني انا اجيب سبيكه ولا اجيب ربع جنيه ذهب؟ الفلوس اللي معاكي. طب نقول الربع معاكي جنيه. 700 جنيه مش هتجيبي جنيه بيهم ذهب. معاكي 17000 جنيه هتجيبي دلوقتي جنيه ذهب. طب مثلا لو الجنيه. قلنا السبيكه اللي هي ربع جرام ولا الربع جنيه؟ على حسب الفلوس اللي معاكي. سبيكه ربع جرام 700 750. الربع جنيه هيعمل له 4000 ونص. بالظبط كده فهمت. الربع جنيه عيار 21. الربع جنيه والنص جنيه والجنيه عيار 21، وكله عليه مصنعيه وعليه استرداد كاش باك كده. يعني دلوقتي لما هتدفعي المصنعيه هتيجي وقت ما هتبيعي هردلك جزء من المصنعيه، انا او غيري. دي استرداد، دي سياسه الشركه. تمام. ان بيرجع لك جزء من المصنعيه. كل الجنيهات والاربع والانصص عيار 21. كل السبايك عيار 24. نفس السياسه، كله عليه مصنعيات وكله عليه استرداد كاش باك. تمام. لما بتيجوا تبيعوا بيترد لكم جزء من المصنعيه. هي على حسب بقى الفلوس اللي معاكم. يعني هي دي مثلا انا بدل ما اشتري مثلا خاتم عادي في المصنعيه هخسر اكتر من اني اجيب السبيكه، صح كده؟ لان الخواتم بتبقى مشغولات، المشغولات بتبقى مصنعيتها اعلى شويه. بس برضو مش كل السياسات زي بعضها. ممكن حد يجيب خاتم ما جراش حاجه، خاتم يتهنى ويلبسه وبعد سنه عوض المصنعيه اللي دفعها. بالظبط شايفين الخاتم ده من عندها برضو. هي فكره بس ان السبايك بتقلل مصنعيات، بتوفر مصنعيات. وكل ما بتقلوا وزن السبيكه معاكم بتقل المصنعيه اكتر.
كل ما بلس على كده ان كله عليه نفهم بقى النقطه دي كاشباك. تاني معلش يا عبير. دلوقتي معنى كلامك ان انا لما بتقل السبيكه انا بكسب اكتر لما اجي ببيع في الكاش باك بتاعي. مش بتكسبي اكثر في الكاش باك، بتقللي قيمه المصنعيه اللي بتندفع. يعني زي مثلا نقوله مثلا، طبعا انا ما اعرفش المصنعيات كام، لو قلنا مثلا ان الربع جرام عليه مصنعيه مثلا 50 جنيه، فانت لو بعتي 100، لو خدت الجرام يبقى المصنعيه بتاعته كام؟ هتقللي مثلا لو قلتي 50 هيبقى ب 40. زي مثلا الارقام دي ما احنا بنقوله مثلا جماعه، انا ما اعرفش المصنعيات ايه، انا بقول مثلا. ايوه، كل ما بتقلي الاوزان بتقل معاكي المصنعيات. ودي سبيكه كام دي؟ دي 20 جرام. بصي انا عايزاكي تورينا كده، قولي دي كده 20 صح؟ دي 20 جرام. بصوا انا عايزه ابينها لكم اكتر اهي. دي ال 20 جرام، ودي 5 جرام، ودي ال 5 جرام، ودي 10 جرام اهي، ودي ال 10 جرام. يا جماله يا جماله يا عبيد. في الخفايف بقى كده، وفي ال 50 وفي ال 100 وفي اوزان تقيله، في اللي انتوا عايزينه كله. بس خلينا بنتكلم في الخفايف، عشان الخفايف اللي هي من الاخر على قد الستات كده، ال 700 وال 1000 وال 2000 يا جماعه عبير الحنينه جيت لكم عندها اهي. والله انا علمت ناس كتير يوفروا فعلا. ايوه انا اول مره اتعاملت معاها على فكره كان عندها الملاذ الامن عن طريق الجمعيه يعني الملاذ الطويل. ده على طول. ايوه، بدل ما بتعملوا جمعيات ب 1000 جنيه اشتروا سبيكه. ايوه، كان الكلام ال 1000 جنيه ده كان من سنتين. ايوه سبيكه 1 جرام. انا واحده من الناس قالت لي على الجمعيه اللذيذه دي. دلوقتي ممكن ناخد سبيكه ربع جرام تمام، جمعيه ب 700 جنيه، سبيكه نص جرام جمعيه ب 1000 ونص، سبيكه جرام ب 2000 ونص. قالت لي وبدل ما تزنقوا نفسيكوا وتستلفوا في قسط الجمعيه ممكن تفوتي شهر، وممكن لو قدرتي تدفعي اكتر في الشهر اللي بعده. هي قالت لي الفكره دي عجبتني قوي. وبعد سنه ابداي فكي بقى اللي معاكي ده. هي قالت لازم تقعدي سنه. قالت لي كده عشان الذهب يعني مهما كان نقطه نزل لازم هيرتد للنقطه اللي سمع لها تاني. بالظبط، وانا جيت لها النهارده عشان هو نزل على فكره. دلوقتي احسن فرصه الواحد يشتري بيه. طب هو النهارده كام؟ الواحد دلوقتي 2160. 2160. ال 21 2160. وال 18 دلوقتي 1850. 18850. جبت لكم اسعار الدهب من غير ما انزلها على البيج اهو. فدلوقتي احسن زي ما بكتب نقلا عن محل رساله للمصاغات الذهبيه. 24 عشان السبايك 24 2468. 2468. تمام كده، اديك عرفتوا الاسعار وادينا شفنا السبايك. ولو في اي حاجه انا سقطتها، عشان انت عارفه انا ماليش في ما بعرفش قوي اقول في السبايك او في الجنيهات، في اي حاجه انا ما قلتهاش عن السبايك او الجنيهات؟ كل الجنيهات النورمال 21، الاربع 21، القنصص 21، الجنيه 8 جرام. الجنيه 8 جرام. طب انا عايز اسالك على حاجه. 4 الربع 2. في ناس بيعملوا السبايك سلاسل، يعملوها كده في السلاسل ولا دي مش متاحه؟ لا متاحه طبعا. متاحه، بتتعمل الربع جرام يتعمل ونص، بس متهيألي الربع جرام بيبقى صغنن قوي صح؟ غير العموله اللي بتتعمل، هي اساسا في بندنت السبايك الاوفل دلوقتي طالعه برضو نفس الاوزان، الاثنين ونص والخمسه برضو بتتلبس في السلاسل. كنت قايله لي كمان ان في الجنيه بيبقى هو موجود مش بيتعمل عمره، هو موجود كده اصلا. موجود اسطمبه الجنيهات مره واحده بالتعليقه بتاعتها. بالتعليقه وفي قنصص وفي اربع. هي دي بقى بحبك اللي مجننه الناس. بحبك بكل لغات العالم. هي مش باينه قوي يا جماعه، بس هي دي بحبك. دي بتبقى الجنيهات والقنصص. خليه يجيبها لك يا حبيبتي في عيد ميلادك عشان يقول لك بحبك، ما جابهاش مش بحبك. ها، جنيهات وقنصص واربع برضو، النص 4 جرام والربع 2 جرام، وكله بالتعليقات بتاعتها. وفي السبايك برضو زي كده بالبندنت دي برضو. ورينا البندنت دي كده 2 ونص و5 و10. وفي برضو بصوا جميله ازاي. لا حلوه قوي اللي عيد ميلادها وعيد جوازها جاي يقولوا له وفر وشيلك معاك. هات شله. الذهب مهما كان مش تشيليه، شيلي منه. ها، الذهب مهما كان ملاذ آمن عبر الزمن مهما كان. بصي بقى يا عبير، الحلق اللي عامل قلق، في حلقان كتير على ايوه. الناس عندي عمالين يسالوا الحلقان اللذيذه اللي هي كانت فيها الوان ازرق، وفيها كان فيها كده خمسه وخميسه وحاجات زي كده، وفي حلقان صغيره الحموصه، في حاجات زي كده. واحنا نبص بصه كده لحد ما تجيب لنا اللي عامل قلق. بصوا اهي ما شاء الله اللهم بارك. تاني انا وريتكم عنوان رساله، وما تنسوش قبل ما اقول العنوان الشير واللايك وسبسكرايب لو سمحتوا، حرام عليكم طلعتوا عيني. هتلاقوا فين رساله قدام كنافه، عدي الحنفيه الناحيه الثانيه هتلاقيها في وشك، جنبيها بلبن، ده في البطاش. يلا بصي حلقان الكوين دي بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، دي من اول 1000 جنيه.
ده ايه بقى؟ كوين، ده الحلق اللي عمل قلق اللي هو الكوين، الكوين ده من اول شايفينه؟ 1000 جنيه. اهو ببعد لكم بقرب لكم كل الاشكال اهو. ده بكام؟ 1000 جنيه. ده ب 1000 جنيه. تمام. وفي الحلقان الصغيره، في منها اللي بيحب يحطها في الاساسي او يحطها في البيرسنج بتاعه اهي. شباب البيرسنج اهو. ايوه اهو حطيه في ايدك كده يا عبير عشان يبقى باين اكتر. 800 و900 اهو و1000. شايفينه؟ طبعا الاسعار عشان دلوقتي الذهب نازل فالاسعار مريحه شويه. الحقوا والله بجد الحقوا، انا نزلت لكم لما لقيت الذهب مسورق. تمام. الذهب مسورق مش نازل يا بنات. برضو من الاسعار الحنينه البيرسنج بتاع النوز هنا ده. تمام. في ناس بتحب ده جدا بتاع النوز ده، انا عارفاه وانتوا شايفيني. انتوا شايفيني وعارفيني. طبعا انا ماليش فيه بس يعني لازم نجيبه عشان ده انطلب في السوق. طبعا انا بقول في ناس عارفين اهو. البيرسنج ده النقطه بتاع النوز هنا كده. النقطه ده بيبقى قد ايه تقريبا وزنه؟ ده مش هيكمل 400 500 جنيه، ده وزنه 10 مللي. بص حلو قليل اهو بقى يعني حته ذهب على فكره. حته ذهب وفلوس بدل ال 500 جنيه دي والله ما تجيبوا غير شنطه بس كده اهو. شايفين الحلقه اللي عامل قلق؟ بصوا دي البيرسنج النوز. الحلقان نفسها الحلقان نفسها سواء من اول 700 جنيه ممكن اي حد يقدر يشتري حلقه. في اشكال كتير طبعا، وفي تقايل طبعا عشان اللي عايز الشغل التقايل. احنا بنكلم بقى اصحابنا اللي بيحاولوا يلموا الدنيا على قد ما يقدروا. بصي القلب ده جميل. بصوا الحركه دي. شايفين الجمال؟ الحمصات، هات المنقرش. وبرده الحمصات، وفي منها الحمصات المنقرشه. الحمصه اللي احنا اتولد من 1000 جنيه. ايوه اللي ما بتقدمش الحمصات. ايوه اهو المنقرش ده اللي انتوا كتير كنتوا عاملين عليه مشاهدات اهو. المنقرش يا بنات اهو. يعني من 700 جنيه تقدري تجيبي قطعه ذهب. يبقى اصغر ليكي بقى لبنوتك بقى، تهادوا بقى، كل جميل هتلاقوه عندها وكل اللي هينفع هتلاقوه عندها. شايفين؟ ايا كان الذهب ملاذ امن. شايفين؟ وخلي بالكم هتبقى هدايا صغيره ممكن للمواليد، بس في نفس الوقت عامله ضجه. عامله ايه؟ عامله ضجه زي ما عبير كده عامله ضجه، ملكه الذهب بتاعتنا. حبيبتي ربنا يخليكي. شايفين اهو؟ هات العلبه. بصوا اهو. اللهم بارك يا عبير، حاجتك ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك لك يا رب في حاجتك. بصي بقى يا عبير، انا هقتحم خصوصياتك واقول لك الخاتم اللي في ايدك ده برضو كان نازل شويه، عايزه اشوفه. انهي خاتم؟ ايوه هو ده. الخاتم ده؟ ايوه الخاتم ده اللي عمل قلق. ايوه شايفين الخاتم ده برضو كان نازل في الريلز برضو. الخاتم ده يعتبر يعني اللي مش واخد باله هو قطعه واحده. ايوه في ناس بتحسب 3 قطع ما انا عشان كده قلت اشوفه في ايدك. لا شفتي بقى هو لوحده كده عشان انا اتسالت عليه فعلا. ده 3 خواتم جنب بعض ولا مش لازم يتلبس هنا، يعني ممكن يتلبس في اي صبع هنا. شايفينه اصلا؟ بصوا شايفين الجمال؟ طب بصي بقى انا ايه، عايزه عبير تعمل حاجه كده بقى لعرايس وعرسان ام العريف. هي هتعمل لنا طب انا اقول لك حاجه. هتعمل لنا ايه؟ طب انا اقول لك حاجه، في اطقم لازوردي تمام. هنزلها لك لعرايس وعرسان ام العريف، ومع انخفاض السعر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هياخد طقم لازوردي ده تمام، ومتصور بالاسعار دلوقتي اليومين دول. اتوصل يا لؤي. اليومين دول ده لؤي هياخد السبيكه دي هديه. لا تاني لؤي خدها مني الحركه دي. انت خضتيني. اللي هياخد اطقم لازوردي تمام، لازوردي عيار 18 او عيار 21 حصري لام العريف هياخد السبيكه دي. لا اسمعوا الحركه دي بقى، اسمعوا. هي بتقول اللي هياخد طقم اللازوردي. شايفين الطقم اللازوردي الاول؟ شوفوا بصوا الطقمه وجمالها الاول قبل ما اقول لكم على الخضه اللي انا اتخضتها. وده 21. ده انا ممكن اقول لجوزي يروح يتجوز عشان يجيب لي الحته دي. لا مش الدرجات دي يا ام العريف. شايفين؟ طب انا ابني صغير انا اخد ده ازاي؟ يعني هي دلوقتي هتعمل لكم ايه؟ شايفين ما شاء الله؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. شايفين؟ بصوا الجمال ده، يا رب اكون عارفه اطلع الجمال ده. بصوا شايفين؟ هي طقم على سبيكه. ايوه شايفين بقى الجمال ده؟ مش بس كده، شايفين بقى دي اهي، دي كده اهي دي ايه بقى؟ سبيكه كام؟ عيار 24. سامعين؟ دي هديه فري على اي حاجه بتاخدوها من دول. دي بصي ماشيه معاهم كده،
يعني انت هتجيب حاجه شويه هديه زياده، وفرت فلوس، خدت مصنعيه ومشيت بيها. خلاص المصنعيه اللي دفعها ردها في السبت. اهو خدت المصنعيه ومشيت بيها. شايف؟ بس تقولوا ان انتوا جايين من طرف مين؟ بيقولوا لي من ام العريف بس. سامعين؟ من ام العريف. تاخد سبيكه وانت ماشي بعد ما تاخد الشبكه، هي تزغرط وانت تقول لها سبيكتي لو سمحتي. سامع؟ اهي. اوعى بس تاخد السبيكه منك، اعمل نفسك مش هتاخد حاجه، وهي بره قول لها انا من ام العريف، عشان انت عارف هتقول لك دي حلاوتي بقى، هات لي هديتي. شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك. مش عارفه اقول لك ايه. انا خدت من وقتك كتير، على راسي يا أم. ربنا يخليكي. وانا بقول لكم ان انا هي وعدتني ان هيبقى كل فتره اجي، إن شاء الله. وهيبقى في حاجه حصريه لقناه ام ان العريف. شاء الله على راسي. هقول لك شكرا، حبيبتي. وهقول لك باي باي. باي باي لؤي. باي باي. ميرسي قوي يا لؤي. تسلم. واقول لكم باي باي، ويلا بينا باي باي.